السيد بيحاول هجوميا هو احمد حسن، وادي خطيره، والهدف الاول لسه بقول لحضراتكم بيفكر خطأ قاتل. عرف السيد بيحط الجول الاول. لحظه ارتباك شديده جدا من دفاع النادي الاهلي وارجاع الكره بطريق الخطأ تماما تتحط يعني مع الدقيقه 10. شوفوها تاني مع الدقيقه 10. عرف السيد بيجيب هدف. ادي الكره اهي قصيره تمام. طلع شريف يحاول ياخدها، هنا سعد بيحاول لكن بعدت تمام. ادي الكوره اهي، وادي الخطا كان من احمد صديق. رجع الكوره قصيره، كان عايز يرجعها لشريف الكرامي لكن طلعت قصيره تماما. ادي تاني اهو، لمسه كده مش مظبوطه، لقيها في وشه لحظه خروج شريف وبيحاول معاها سعد سمير. لكن بره ماتشنا متفقين على ان اليد الرخوه هي بتفرض فوضى، والفوضى ما تصنعش نظام. لكن ادي سقوط على الارض بركله جزاء ولا ايه؟ انذار وركله جزاء. انذار لشوقي السعيد وركله جزاء لعرقله دومينيك مع الدقيقه 19 من زمن الشوط. يتقدم بركات، يتقدم وبالهدوء وبالرزانة وبخبرات السنين مع سجدة شكر. بعض الجماهير عادوا إلى الشرفة التي كانوا قد عبروا منها باتجاه خروج من الملعب، لكنهم شاهدوا ركلة الجزاء وصفقوا لبركات وانصرفوا. إذن هي مباراة للتاريخ بالمناسبة، لأن لم يحدث في تاريخ الكرة المصرية إن مباراة ممنوع دخول الجمهور فيها حسب لائحة البطولة. أدي بركات يا ولد كان في الله. هي المتعة تبدأ كما ذكرت لحضراتكم. وعبد الظاهر مع مين؟ عبد الظاهر الرأسية الجميلة بتاعت شكري العرضية، يضع الكرة يسكنها في الشباك. إذا أحمد عبد الظاهر يصحح الأوضاع للنادي الأهلي مع الدقيقة 21. نفس رقم قميصه مع نفس رقم قميصه. ادي تاني شكري ملعوبه بيقوم بالمهام دي بدلا من مين بقى؟ بدلا من احمد شديد يناوي اللي قاعد على مقاعد البدلاء النهارده. محمد يوسف بيدي الفرصه لسيد معوض العائد من اصابه عشان يجهز نفسه. شخصيا اتمنى ان اشاهد في هذا اللقاء حسام غالي. دايما بحب اللعيب اللي راجع من اصابه ده بيبقى عطشان كوره مع الكره المصريه، وبالتالي مع الاهلي كمان، يعني مع الكره بشكل عام ومع الاهلي. شهاب بيفكر في التسديد، لم كورته وعدى وحطها حلوه، مفيش تسلل وعرضيه جول. العرضيه لورا كانت لازم تبقى لقدام، انما السقوط على الارض لسه موجود. مين بيسدد فيكم؟ يا سلام. حلوه يا شهاب، يا شهاب. وبيدي الكوره، بيهدي لمين؟ مش شايفين. بيقول لحد وحشتنا. بيقول لمين وحشتنا؟ بيقول لبركات، بيقول له البركات، بيديها. كلهم لابسين تيشيرت بركات، وحشتنا يا بركات. بيضغطوا عليه عايزينه يكمل معاهم. سعد سمير وشهاب الدين احمد، اللعيبه لابسه تيشيرت ابيض كشف عنه بعد هذه الكره. ادي الكره هنا يعني دخل على طول بباطن القدم اليمنى. لعبها كانت عايزه لقدام لكن رجعت لورا. هنا سعد لكن رجع تاني شكري، حط الكرة على طول بباطن القدم اليمنى. ادي تاني الصراع. شوف الصراع، افتكاك الكرة كان من احمد غانم لكن راحت، وعلى طول احمد منجا هو اللي حط الكرة في الجول. احمد نبيل منجا مع الدقيقة 30. الهدف الثالث للنادي للجونة. لمسة وتحضير كده للنادي الاهلي. يستلم شهاب، بيفكر هو في التسديد. يلا انت مدفعجي. الرابع. يا ولد يا جماله فعلا. جميله الكوره، جميله. مفيش كلام. حلوه حلاوه، مفيش كلام. شوفوا حضراتكم الراجل طلع. شفت يا شهاب لما بتهدى بتعمل ايه؟ بقول لك سدد انت مدفعجي، انما لعبها بالعقل وخدها وحطها بطريقه حلوه قوي. يقول لك الشوط الثاني يطلع كده، لا. مع الدقيقه 89 مع الدقيقه 90 بالضبط
شهاب الدين احمد مع الدقيقه 90 بالضبط او الدقيقه 45 وزمايله بيسقفوا له بيحيوه. حلوه حلوه حلوه، ودي اعلى نتيجه في مواجهات الفريقين. ودقيقتين زي ما قلت لحضراتكم وقت محتسب بدل من الضائع في هذا اللقاء اللي بقول لحضراتكم بجملته باحداثه